واخيرا يا جدعان بعد طول انتظار بكره جعفر هيمسك اول طرف في الخيط. بكره الحلقة 25. طبعا بكره اول حاجة هيعملها جعفر ان هو وطالع هيمسك الستات وهيعرف منهم ان اللي ورا المصايب دي كلها دلال مراته. فيبدأ من هنا يمسك اول طرف في الخيط ان هو يوصله لابنه. فانتظروا بكرة الحلقة 25 هتكون فيها احداث مثيرة جدا. طبعا شوقي هيهدد اخته، وشوقي هيساوم جعفر عشان خاطر يفضل فاكر ان هو عارف الطريق. وطبعا بكرة شوقي هيروح المستشفى عشان يقابل بلال شامة، مش هيلاقيه في المستشفى لان هيكون بلال شامة هرب، لان عارف ان شوقي لو جاله بكرة مش هيديله فلوس وهيهدده وهيخليه يقول على كل حاجة من غير ما ياخد فلوس. فهو هيبدأ يهرب عشان خاطر شوقي ما يضحكش عليه. وطبعا زي ما انتم عارفين الاستاذة جلال الشيطان اللي موجود في المسلسل، اللي ورا كل المصايب اللي بتحصل. انا مش عارف دي الصراحة المخرج ابدع في دورها لما خلاها طالعة بالوحاشة اللي هي فيها دي. طبعا بكرة هتقعد بقى ايه تفكر ازاي بقى ازاي تتخلص من اخوها شوقي، لان هي ما قدامهاش غير شوقي. لان شوقي لو قال لجعفر فطبعا الدنيا هتخرب، وهي مش عايزة كل اللي عملته ده يبوظ، عايزة تكمل في خطتها. احنا حكينا السيناريو الاولاني. السيناريو التاني ان جعفر لما يطلع هيلاقي الستات سقطوا مراته، وهيطلع يلاقيها مرمية في الارض غرقانة دم. هيتخض عليها بسرعة، ياخدها ويجري على المستشفى. طبعا هو هيقعد يحلف ويتقطع 100,000 يمين ان هو ما عملش كده، هي مش هتصدقه. وبعد كده طبعا هيروح يقعد يتخانق مع حريمه ويقول لهم مش عايز حد فيكم يحبل تاني. وطبعا هيزعلوا ويقولوا احنا ما صدقنا ان انت وافقت، رجعت ليه في كلامك. وطبعا زي ما انتوا عارفين دلالة تقعد تتصعبن، وليه وازاي ده انا ما صدقت، انا كنت هجيب لك الواد والبيت وهتعمل فيلم، وهي ولا بتخلف ولا نيلة اساسا.